السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرضا من رب العالمين. بنصبح ونمسي على حبايبنا اللي بيشوفونا صبح وليل. تعالوا نصلي على النبي بقى ونخش على المطبخ. شوف طريقة البطاطس دي هتعجبكم قوي، وكمان هتوفر لكم حاجات كتير. بصوا، بطاطس ستريبس رهيبة، لو عملتوها مش هتقدروا تميزوها ابدا عن الفراخ. بص، انا عملتها بطريقه حلوه جدا وبسيطه وعجبت العيال قوي، وكمان غطت على الفراخ. يعني انا كنت قاليه كام حته ستريبس، والله العظيم يعني ما عرفوش يفرقوها. كان طعمها جميله وطازه وسهله. بص، انا جبت البطاطس، ايه ده، نص كيلو بطاطس، قطعته كده صوابع سميكه شويه بالقطاع عشان تدي منظر. يعني ممكن تستغني عن الخطوه دي وتقطعيها عادي. اديتها غلوه على النار وحطيت فيها شويه ملح. تمام. هنعمل بقى جنبها ايه، شويه المكرونه. خلاص، تعالوا بقى نرجع تاني نشوف ايه الخلطة. انا هنا جبت 3 معالق من الدقيق، معلقة ونص نشا، نص كوباية لبن، توم بودرة، بصل بودرة، فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، بيضتين، ملح، فص ماجي. كل ده في الخلطة وقلبيها كويس. تمام. طبعا ممكن نتشة قرفة وبتاع دوت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمه ايه دوت، جنزبيل مطحون يعني. خلاص، انا هنا طبعا هحط ايه الفراخ الاول، عشان ايه يعني الحاجات اللي هتنزل بقى من البطاطس، عشان انا متبلاها طازه فبتوقع في الزيت حاجات. خلاص ماشي. هنا بقى ايه، خلاص خلصنا الستريبس، هما كانوا حبه صغيرين اصلا. وتعالوا بقى ايه، نخش على البطاطس. هنشوف بقى الجمال والحلاوه. بصراحه عجبتني قوي. ممكن تعمليها في سندوتشات. دي الخلطه اهي، انا مخففاها على فكره بس عشان تمسك في الفيجيتار. ممكن تعمليها بدقيق ونشا، تقليها بدقيق ونشا وتحطي نفس البهارات، تبقى يعني زي خلطه ايه، الكنتاكي. وممكن تعمليها بالفيجيتار، ممكن تعمليها ببقسماط، زي ما انت عايزه. انا هنا عملتها بالفيجيتار اللي انا بحب استعمله على طول في البانيه. كان طعمه حلو قوي اصلا، يعني بيدي كمان طعم. خلاص، هنا طبعا ايه، انا هحط على طول، ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه. هي سهله جدا، على ما بتتحمر بتكوني انت عملتي الدوره التانية بتاعت البطاطس. هنا طبعا المكرونه اهي، عملتها بالطريقه العاديه. حطيت الزيت وحطيت القوطه عليه، صفيته، وحطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، فص ثوم وفصين ماجي وفلفل اسود وشويه كمون. دي على المكرونه. خلاص. وهنا طبعا انت ما تطلعيش بقى البطاطس على مناديل ولا على اي حاجه، طلعيها على حاجه مهويه، يعني حاجه مرفوعه زي كده. لو عندك شبكه حطيها على اي صينيه وطلعي عليها. بصوا شكل البطاطس، شكلها حاجه والطعم حاجه تانية. هتعجبكم قوي. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.